سلاح هام لا يمتلكه الجيش المصري. احنا دايما بنتكلم عن الاسلحه الهامه اللي بيمتلكها او اللي هيمتلكها او اللي بيفكر يمتلكها الجيش المصري، لكن النهارده التقارير بتتكلم عن سلاح هام وحيوي لا يمتلكه الجيش المصري. وتخيل، مش هتصدق ايه هو السلاح ده. السلاح ده هو طائرات التزود بالوقود. المقاتلات الجويه في اي جيش او في جيوش كتيره لما بتيجي تطلع طلعات جويه لمسافات بعيده، زي مثلا جيش الاحتلال ما كان بيطلع طيارات عشان يروح يطير لمسافه اكتر من 2000 ميل عشان يضرب ايران ويرجع، دي اسمها ايه؟ مهمه على مسافات بعيده. دي بتتطلب ايه؟ بتتطلب طيارات متزود بالوقود تطير جنب المقاتلات دي في الجو عشان الطياره اللي وقودها يخلص، تمام، يتم التزود بالوقود. تخيل ان الجيش المصري ما عندوش النوع ده من الطيارات، ما عندوش طيارات تزود بالوقود رغم اهميتها الشديده ورغم امتلاك دول في المنطقه زي السعوديه مثلا وجيش الاحتلال للنوع ده من الطيارات. امال مصر يعني بتعمل ايه؟ يعني مصر بتعمل ايه؟ قال لك مصر بتستخدم طياره الميج 29 M2 عشان تعمل حاجه اسمها بادي ري فولينج. بادي ري فولينج دي، تمام، اللي هو ايه؟ بيركبوا تانك بنزين على نص جناح الطياره الميج 29 M2، ودي طياره سياده جويه بتقوم بمهام جويه وارضيه وكل شيء، تمام، وبتطير الطياره دي وبتزود المقاتلات التانية بالوقود في الجو اثناء رحلتها، وبتزود المقاتلات سواء الشرقيه او الغربيه. يعني مش عشان هي روسيه فبتزود الطيارات الروسيه بس، لا، بس قال لك بقى التكنيك ده ناجح في المهمات الايه؟ القصيره، اللي هي من 400 ل 600 ميل او من 400 ل 600 كيلو متر. طب والمسافات بعيده